كان يا مكان كان في ممثل ومخرج ومغني راب طلع بفكره مسلسل بتقوم احداثه في احد القرى خلانا نموت من الضحك ونستدلع كل حلقاته بكل شخصياته، وتمر السنين ويعدي على المسلسل دوت 13 سنه كاملين يتقدم فيهم 7 اجزاء، والمسلسل اللي كان بيضحكنا وكان ترند وحديث الشارع لسنين طويله جدا ما بقاش حاليا بيضحكنا. فاحنا النهارده جايين نسال السؤال المهم، ليه الكبير الجزء السابع ما بقاش بيضحك؟ ولو انت من الناس اللي لسه الكبير بيقدر ان هو يضحكهم خليك برضه معانا في الحلقه. خلينا نجيب الحكايه من اولها. الكبير لما بدا كانت الفكره جديده، العمده الشاب بيكتشف ان هو ليه اخ اجنبي والاخ دوت جاي عشان يسمو في الورث ويعيش معاه في نفس البيت في القريه ويقع في مواقف تهلكك من الضحك، ودي كانت اول فكره من الكبير تتضرب في الجزء السابع وفي اجزاء تانية كتير، بان جوني الاجنبي اللي جاي من بره خلاص عاش في مزاريطه لاكتر من 7 اجزاء كاملين، فبالتالي ما بقاش في شيء يخليه يستعجب او مواقف يقع فيها تخلينا نضحك. الفكره نفسها ما بقتش خلاص تاكل عيش، وحتى كمان مواقف جوني مع هدرس برضه ما بقتش تضحكنا. المشاهد ما بين ميكي ومحمد سلام بقت بتطول بصوره كبيره جدا، وكل ما تطول الكوميديا فيها بتقل، ولكن رغم كده فانا شايف ان محمد سلام في دور هدرس هو افضل حاجه موجوده في الجزء السابع وافضل حاجه اتعملت في الكبير فعليا لغايه دلوقتي، رغم اني شايف برضه بان دور محمد سلام اصبح اعتيادي ومعروف. هدرس مواقفه برضه ما بقتش تضحكنا، فكره بان هو بينطق الجيم ده برضه ما بقتش تجيب مع الناس ولا بتضحكهم، وبقى شيء اعتيادي بانك بتشوفه قدامك على الشاشه، فبالتالي الفكره الجديده اللي جه بيها ميكي ما بقتش جديده. لما تيجي تبص كمان على الجزء السابع هتلاقي ان في ممثلين كتير جدا من الاجزاء السابقه ما خدوش مساحه او اساسا ما ظهروش. عندك مثلا دور فزاع انا ما شفتوش لغايه دلوقتي واحنا واصلين للحلقه رقم 20. سامانتا اللي ظهرت في الجزء السادس ورجعت برضه جت في الجزء دوت وما ظهرتش لغايه دلوقتي. ضيف على دول بقى النجوم اللي انت طلعتهم واديت لهم مساحه في الكبير الجزء السادس زي نفادي مثلا وطبازه، الاثنين دول ما ظهروش بصوره كبيره جدا في الجزء السابع وما خدوش المساحه اللي هم كانوا واخدينها، فبالتالي الضحك قل. ده بجانب مربوحه اللي حصل عليها هجوم كبير جدا في اول المسلسل وانت اكيد شفته، ولكن ده ليه اسباب تانية هجيلها بعدين. نطلع على فكره الحشو. لازم هنا افهمك بان المسلسل الكبير مسلسل بيعتمد على فكره السيكونس، يعني مش هتلاقي احداث دراميه ومتصاعده وفي الاخر وفي نهايه رمضان نوصل للحدث الاخير او لنهايه المسلسل. المسلسل بيعتمد على فكره ان هو بيكلمك عن موضوع معين في عدد حلقات معين، وهنا نيجي لنقطه حلقات السوشيال ميديا واللي بتتكلم عن قد ايه هي مضره، اللي اتعادت في جزئين الجزء السادس والجزء السابع. فبالتالي هنا بقى بتطبق فكره الحشو اللي انت عمال بتزيد في نفس الفكره اكتر من مره. خلاص انا مش هضحك رغم ان الموضوع مهم ورغم انه لازم كل شاب يفكر فيه، الا ان في النهايه برضه الموضوع مش كوميدي وهي كوميديا هادفه، ودي النقطه انا جاي اتكلم فيها بان الكبير ما كانش بيعتمد اساسا على فكره الكوميديا الهادفه، كان بيعمل كوميديا من اجل الكوميديا، كوميديا من اجل الضحك. هتلاقي بقى نفس الاحداث، الكبير بيستحقر الكل، جوني عنده مشاكل في الجيم مع هدرس، الكبير والعتره نفس الكلام بنفس الشكل بنفس الطريقه، فده ادى في النهايه ان احنا نوصل لنقطه الملل. كمان فكره المط الزياده وان احنا قعدنا فتره كبيره جدا في حلقات وفي سيكونس واحد. في الجزء السابع هتلاقي ان اول الحلقات اكتر من 8 حلقات كمان كان كل الكلام عن مربوحه والكبير وان احنا ازاي بنحاول احنا نصلح العلاقه ما بينهم. بعد كده دخلنا في حلقات السوشيال ميديا، وبعد كده هنخش في حلقات دلوقتي حزلقوم اللي هي المفروض حلقات كره القدم اللي بتعيد فكره جوني اللي عملها قبل كده في كره القدم الامريكيه. بالتالي انت عمال بتعيد نفس الافكار وبتمط فيها بصوره كبيره جدا. ده بجانب من وجهه نظري شخصيه حزلقوم هي اقل شخصيه قدمها ميكي في مسلسل الكبير، فبالتالي الضحك فيها بيكون اقل من شخصيه جوني. طيب ايه سبب الملل والحشو الكتير اللي حصل؟ كل الكلام ده احب اقول لك بان من وجهه نظري بان صناع العمل دخلوا العمل ده في الجزء السابع بثقه كبيره جدا عن الجزء السادس، كانوا شايفين بان المسلسل الكبير الجزء السادس حقق نجاح اسطوري، فبالتالي نخش على طول في الجزء السابع في السنه اللي بعديها وما نحضرش بنفس القوه اللي احنا حضرنا لها في الجزء السادس، فطلع العمل بالشكل دوت. هتسالني طيب كل السلبيات دي موجوده في العمل، ازاي بقى الجزء السادس نجاح اسطوري وكان هو الترند بتاع موسم رمضان اللي فات؟ هقول لك بكل بساطه عزيزي المشاهد بان صناع العمل وقتها دخلوا باهم نقطه خلتهم يكتسحوا الموسم الرمضاني، وهي المخاطره بانك بتجيب نجوم جديده وتضمهم للعمل زي نفادي ومربوحه وطبازه. النجوم دول بيحاولوا ان هم يعملوا كل اللي عليهم لان المسلسل ليه جماهيريه كبيره جدا، فعايزين ان هم ينجحوا والجمهور يحبهم، بجانب انك بتخلي النجم العمل يديهم مساحه كبيره جدا ويفرش لهم، فبالتالي بنضحك على المواقف اللي هي مكتوبه لهم. فشفت حاجات زي تهمه مربوحه، اصدقائي الكبير، المؤتمر اللي عملوه عشان حقوق المراه، حاجات كتير جدا في المواقف دي خلتنا فعلا نضحك. وكمان
بقى اهم فكره واقوى فكره اتعملت في الموسم اللي فات هي فكره المهرجان اللي اتعمل في المزاريطه، وفكره انك تجيب النجوم بشخصياتهم الحقيقيه. محمد سلام ولقائه مع نفسه بشخصيته الحقيقيه، ومحمد ممدوح برضو كانت فقره مضحكه جدا. والنهايه بقى بانك بتشوف محمد سلام بيتسجن وميكي بيظهر بشخصيته الحقيقيه. نهايه كانت طريق جدا بنجاح الموسم السادس من الكبير. النجاح الكبير اللي اتقابل برضه بهجوم كبير في بدايه الموسم الرمضاني لنجمه العمل واللي هي رحمه احمد في دور مربوحه بتظهر في المسلسل بتاعنا في الجزء السابع والسادس بصوره كبيره جدا اكتر من ظهور دنيا سمير غانم في الاجزاء الاولى، فبالتالي الضغط بقى عليها كبير بجانب انك مش كاتب ليها مواقف مضحكه كتير تساعدها في انها تخرج كل قدراتها، فاتقابلت بقى بجانب كل الاسباب دي بهجوم كبير جدا من الجمهور. مش محتاج اقول عزيزي المشاهد بان المسلسل الكبير من اكتر المسلسلات اللي ببقى بستناها وبحبها جدا، وفي جيل كامل متابعها وناس كبرت عليها دلوقتي، ودايما برجع للحلقات القديمه واتفرج على الاجزاء بتاعتها كامله عشان فعلا كانت بتضحكني. ولكن الحلقه دي معموله عشان فعلا الجزء السابع من الكبير ما ضحكنيش، وفي ناس كتير جدا زيي، وميكي نفسه حاصر نفسه في ادوار الكوميديا ودور الكبير، رغم انه لما بعد عنه وعمل الاختيار كلنا قلنا خلاص ميكي مش هيرجع تاني للكبير. وانا واحد من الناس اللي شايفين ان ميكي ممكن يروح بالاكشن في السينما المصريه لمكان تاني خالص، فهل يسيب ميكي الكوميديا ويقدم ادوار تانية مختلفه عنه، او يرجع مثلا لفكره الاخراج؟ لانك لو ما تعرفش فميكي اساسا المخرج وهو اللي قدم فيلم الحاسه السابعه. ولا هل يقدر الكبير بانه يرجع الفرحه مره تانية ويستعيد الصداره في اخر ايام رمضان؟ انا كده خلصت، اتمنى تكون الحلقه عجبتك. رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين.